تعتبر متلازمة ويليامز نوعاً من الإصابات الوراثية النادر التي تؤثر على الطفل الذي يعاني منها. تشير الدراسات إلى أن الإصابة تؤثر على الجهاز العصبي والمخزن الذهني، وتظهر علامات مثل الصعوبة في التعلم، الضعف العصبي، الصعوبة في التواصل الشخصي، الشخصية الطيفية، الشخصية المتشابهة، الضعف الشديد في اللغة الشفهية، الصعوبة في التعلم الذاتي. ويشير التشخيص إلى الفحص الجيني والطبي للتأكد من الإصابة، وتشمل صفات متلازمة ويليامز الأعراض التالية: الصعوبة في التحدث، الصعوبة في التعبير عن الأفكار بشكل فعال، الصعوبة في الفهم اللغوي، والصعوبة في التعامل مع الجمل الصعبة، الصعوبة في التعامل مع الأشياء الحيوية والأشياء الجسدية مثل التحرك، التوازن، التذوق، الشم، والشعور بالأجسام، الصعوبة في التعامل مع الأشياء النفسية مثل الذهن، الشعور بالذات والشعور بالآخرين، الصعوبة في التعامل مع الأشياء العقلية مثل الذكاء الذاكر، التركيز، التصرف والتصدي، الإدخال الغير قانوني للأشياء، الصعوبة في التخطيط والتنظيم، الصعوبة في التذكر الطويل الأجل، الصعوبة في التحليل الشامل للمعلومات، الصعوبة في التحدث بصورة منطقية، الصعوبة في التأقلم مع الآخرين. يتم اكتشاف متلازمة ويليامز عن طريق الفحص الطبي والتحليل الجيني. يتضمن الفحص الطبي التشخيص الشامل للأعراض الجسدية والنفسية، ويشمل الفحص الجيني البحث عن الأصل الجيني للمتلازمة. على الإطلاق يتطلب التشخيص الصحيح للمتلازمة التعاون بين الطبيب النفسي، الطبيب الأطفال، الطبيب الأخصائي في الجينية الطبي، الطبيب الأخصائي في الأشعة الدموية. لهذا فمتلازمة ويليامز تؤثر على العديد من المجالات في الجسم كالذكاء والتحدث والمشاعر، وتشمل الأمراض المصاحبة لها: الانزلاق القولوني، الإصابة بالصرع، الإصابة بضعف العضلة، الإصابة بالضعف الجذري، الإصابة بالإصابة القلبية، الإصابة بالإصابة العصبية، الإصابة بالإصابة العضلية. تعتبر متلازمة ويليامز أحد الأمراض الوراثية الغير معقدة والتي تؤثر على أعصاب الشخص الذي يعاني منها، وليس هناك علاج كامل لهذه الأمراض، ولكن يمكن تحديد العلاج الذي يهدف إلى الحد من العلامات والأعراض الخاصة بالشخص المصاب. العلاج الشامل يشمل العلاج الطبيعي بالإضافة إلى التدريب الشخصي، التدريب الحركي، الدعم النفسي، والإعداد للحياة المدنية.